يتجسد الجانب الخاص للتقاليد المبتدئة بالنبي إبراهيم والمتمأسسة مع النبي موسى في إبداء الجرأة على الانقطاع الكلي عن المجتمعين المصري والسومري، والتحلي بالإرادة الرصينة لبناء مجتمعيهما هما. إننا نتعرف هنا على ثورة ثقافية أيديولوجية بكل معنى الكلمة. أما نمرود وفرعون فيرمزان إلى لقب الحكام في المجتمعين السومري والمصري أو دولتيهما، ويتسمان بمزايا متمأسسة متأصلة، ويعبران عن الحاكمية المطلقة. بالتالي يصرح كل من إبراهيم وموسى بثقافتهما الأيديولوجية، أي بمقاومتهما الذهنية عن عدم اعترافهما بهذه السيادة. تلك المقاومة هي تمرد ذو قيمة نفسية بالنسبة لتلك المرحلة، فكيفما يتسم شعار اليوم وجود عوالم أخرى ممكنة بأهمية كبرى، فكذلك يعلنان هما في تلك الأزمنة أنه ثمة عوالم خارج نطاق السيادة الرسمية للحكام، ويناضلان في سبيل ذلك بهمة ودأب بمعية جماعتهما وأتباعهما. إن النبوة قبل كل شيء هي حركة الأمل الواعد. لا يمكن استصغار نصيب هذه التقاليد في مد إسرائيل الراهنة بالقوة، أو في تغذيها على تلك الثقافة الأيديولوجية بأقل تقدير. فجميع القصص واليوتوبيات التي تشتمل عليها التقاليد الإبراهيمية تنص على أنماط حياة القبائل التي سدت المدنية السبل أمامها وتروي حنينها. لقد تأثرت تلك القبائل بكلتا المدنيتين، لكن من الضروري صياغة تفسير سليم لكيفية رفضها الضمني لهما، ذلك أنها لم تكن تتطلع إلى تشييد مدنية على غرارهما. لذا تتميز مكانة هذه الحقيقة بأهمية قصوى في الاشتباكات الدائمة الناشبة بين ملوك إسرائيل ورهبانهم. ولا تزال النزاعات في هذه الوجهة مستمرة في راهننا أيضا وبكل حدتها بين دولة إسرائيل ومجتمعها، كما أنها الشاهد التاريخي على الحثيين، الميتانيين، الآشوريين، الميديين، البرسيين، وأخيرا على الإغريق الرومان. ولا تزال رواسب هذه الحضارات موجودة في ذاكرتها. يعرف علم التاريخ مرحلة ما بين أعوام 1600 قبل الميلاد و1200 قبل الميلاد على أنها عصر تألق الثقافة المادية، حيث تقدم العلاقات بين الحثيين والمصريين والميتانيين أولى الأمثلة الحيوية على الدبلوماسية الدولية، في حين أن العبرانيين هم القوم الأقرب إليهم في هذه المرحلة، حيث يعرفون كيف يتعلمون منهم. أما تصور إبراهيم وموسى بنحو منفصل عن هذا الحراك والتواصل المتبادل في تلك المرحلة فسيترك فهمنا لهما ناقصا، ذلك أن الجواب الذي يعطونه هو جواب الثقافة الأيديولوجية. كما يعد كل من سيدنا عيسى وسيدنا محمد إصلاحيين عظيمين في هذه التقاليد. سنعمل لاحقا على إظهار مكانتهما في تصاعد الثقافة الأيديولوجية. تعتبر بابل وأشور حلقتين مهمتين على جدول رقي الثقافة المادية، فالمدن المتعاظمة والتجارة المتنامية تقطعان مسافات شاسعة في عهد هاتين الملكيتين. بابل كانت باريس زمانها، في حين كان الآشوريون الممثلين الأكثر جبروتا للملوك التجار بداية ولبناء الإمبراطورية لاحقا، وهم أصحاب التجسيد الأفضل لتقاليد الحكم في المجتمع المادي في الشرق الأوسط. كما لعبوا دورهم في الإبقاء على الثقافة الأيديولوجية في المنزلة الثانية من جهة، وفي تزويرها من جهة أخرى. وبالنسبة إلى الثقافة الزرادشتية التي ترتكز إليها التقاليد الميدية البرسية، فقد خاضت كفاحا حثيثا ومضنيا لاسترداد المكانة الرفيعة للثقافة الأيديولوجية. إن الثلاثي زرادشت وبوذا وسقراط يمثلون فلسفة الأخلاق الفاضلة الذين عاشوا في أزمنة متقاربة، ويرمزون إلى الشخصيات الحكيمة التي جسدت تفوق الثقافة الأيديولوجية على الثقافة المادية. إنهم الموقظون العظام لضمير البشرية والمنادون به بعدما حطت المدنية من شأنها. لقد بسطوا للعيان إمكانية وجود عوالم أخرى تجاه التفوق الساحق لعالم الثقافات المادية الناضجة في زمانهم، وأثبتوا أنهم ميالون إلى تلك العوالم الأخرى وجسدوها في حياتهم بأعظم الأشكال. إن هجمات الثقافات في الأطراف وعلى رأسها الإسكيت والمقاومات التي لا عد ولا حصر لها هي براهين متواصلة على استحالة إفناء الثقافة الأيديولوجية بهذه السهولة. فقيام العموريين من الثقافة السامية، والهوريين من الثقافة الآرية، والإسكيت من ثقافة القوقاز الشمالية بتمثيل الثقافة الأيديولوجية في وجه المدنية.
يظهر لنا أن حلقات المقاومة كانت عتيدة متواصلة بقدر حلقات المدنية على الأقل، وما يمثله القوط بالنسبة إلى حضارة روما هو نفسه شأن العموريين العرب والهوريين الميديين، والإسكيت بالنسبة إلى أمبراطوريات الشرق الأوسط. هذا ولم تتناقص الانطلاقات الدينية العديدة المشابهة للمسيحية ضمن المقاومات الاجتماعية الشرق أوسطية. جيم. يمثل مجتمع المدنية الإغريقية الرومانية مرحلة النضوج الوسطى على مسار تاريخ المدنية، بالإمكان تسميته أيضا بمدنية العصور الكلاسيكية. لقد طور الإغريق الفعاليات الأكثر تألقا من طاقات المدنية الكامنة، وخلقوا أزهى عصور الثقافة المادية في عهدهم، كما يمثلون الكلمة الفصل لزمانهم، باعتبارهم بلغوا بحضارتهم التركيب الجديد الأكثر نجاحا لجميع الثقافات المادية السابقة لهم. ولا يزال يعزى على المرء الزعم بوجود ثقافة مادية بهية جديدة يمكن مقارنتها بروما. أما المدنية الصناعية الرأسمالية التي زعم أنها ثورة فهي ليست بحضارة، بل هي الحالة المرضية للحضارة. أما عصر أثينا فيحدد نقطة النهاية لثقافة العصور الأولى الأيديولوجية، وما الفلسفة في إحدى جوانبها إلا محصلة لهذه الحقيقة، فكأنها مقبرة الآلهة المفتقدة لحيوية مجمعات آلهتها، أي الخاسرة لقيمها الثقافية الأيديولوجية. من المفهوم دوافع مواجهة وضع كهذا عندما يكون في الذروة، مثلما هي الحال في كل الأمور، ذلك أن السقوط هو نهاية كل ذروة. من المؤكد أن العبودية هي نظام ثقافة مادية صرفة، والحط من شأن البشرية هو من أولى مزايا هذا النظام، حيث يستحيل ملاحظة مثل هذا السقوط الغائر في عالم أي كائن حي آخر. هذا وتعد الأرضية المساعدة على انحطاط الضمير لهذه الدرجة بأنها على صلة وثيقة بعظمة الثقافة المادية وجاذبيتها، إذ لا نفتأ مذهولين ومصابين بالقشعريرة إزاء تلك النصب العملاقة والآثار الفخمة لهذه الثقافة. لا يمكن لتأليه الإنسان إلا أن يبلغ هذا القدر، لكن تأليه الإنسان يتحول إلى كوارث مفجعة عندما يستهدف البشر بذاتهم، فما يتبقى لأجل الآلهة حينذاك هم العبيد ليس إلا. لذا لم يبرز أي تناقض أو كفاح بهذا القدر من العلانية في أي تصدع، وبالتالي في أي نضال اجتماعي على الإطلاق. لذا سيكون من الناجع القيام بالتحليل السليم لواقع الغلمانية اللواطة في الثقافة اليونانية الكلاسيكية لأجل استيعاب أفضل للتردي الحاصل، فروابطها مع عبودية المرأة ملفتة للنظر، ليس فقط بسبب كيفية تقديم واستعراض الجنسانية فيهما، بل ولأن كلتيهما تتشاركان الظاهرة الاجتماعية عينها. إذا تمعنا في عبودية المرأة عن كثب أكثر، فسيلفت انتباهنا جانبها الساحق جدا الذي يخرجها من إنسانيتها، فحبسها في البيت ليس مجرد أسر مكاني، بل وليس زجا في السجن حتى، إنه يعني في أعماقه حالة الاعتداء والاغتصاب. فليتستروا على هذه الحقيقة الغائرة قدر ما شاءوا عن طريق تقاليد الخطبة والزفاف، فتطبيقها عمليا ليوم واحد فقط يعني انتهاء كرامة الإنسان بالنسبة لكل امرئ يعرف نفسه. فسوء معاملة المرأة على مر آلاف السنين بهذه الدرجة من المنهجية عبر مختلف وسائل العنف، بل وحتى عبر وسائل الانحطاط الأيديولوجي بما فيها ألفاظ العشق، لتتجرد من القيم الإنتاجية والتربوية والإدارية والتحريرية، إنما يذهب في نهاية المآل أبعد بكثير حتى من الاستسلام. أما إضاعتها لهويتها بالكامل فتتجسد في تحولها إلى حقيقة مغايرة كليا، أي إلى حرمة. فحتى أكثر الرجال سماجة وسذاجة بما فيهم الراعي على سفوح الجبال ينظرون إلى المرأة على أنها مجرد حرمة، وأن تكون كذلك إنما يعني حق التصرف بها بلا حدود، بما في ذلك قتلها متى أراد. فهي ليست مجرد ملك، بل هي ملك خاص إلى أبعد حد، يخول صاحبها ليكون إمبراطورا صغيرا، ويكفيه فقط أن يعرف كيف يستعمله.